مات وهب حسان. انظروا آخر أيامه، شاهد وقوفه على المنبر قبل مرضه وزراعة الكبد. مات ببطنه نحسبه شهيدا. هذا هو وهب حسان، اللهم اجعله من أهل الجنة. كان متواضعا. هذا عزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. هذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت المصائب، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ففقدنا أخ فاضل داعي إلى الله سبحانه وتعالى، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ومن أعجب الكلمات اللي أعجبتني بالشهادة للأستاذ الراحل وهب حسان، أخو فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. يعني في كلمات للشيخ إيمن صيدح هنسمعها بالقلوب، ولندعو الله عز وجل أن يتقبل الأخ والأستاذ الفاضل وهبة في الشهداء. نستمع إلى كلمات الشيخ أيمن. الأستاذ وهب حسان، شقيق فضيلة الشيخ محمد حسان، وشقيق الأستاذ محمود حسان، وشقيق الأستاذ حسن حسان. وهب حسان أعرفه وأعرف عائلته، عائلة محترمة. الأستاذ وهبة له طابع خاص. الدنيا لم تكن في عقله ولا في قلبه. أشهد الله أنه بدأ يتوجه إلى حب الدعوة، ويحاول جاهدا أن يأخذ مدرسة أخيه، يعني بقدر ما يستطيع. بدأ الناس تدعو للمساجد، حاول أنه يحفظ ما استطاع من القرآن، وأن يبلغ عن الله الرحمن. لو دخلتم على الصفحة بتاعته كلها كلمات طيبة من أرق الناس قلبا الذين تعاملت معهم، وأرى أنه من الصادقين على قدر علمه وقدر ثقافته. ابتلاه الله تبارك وتعالى، وانتم عارفين إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. والله جل وعلا لا يخرج عبدا من الدنيا وهو يحب أن يرحمه حتى يوفيه بكل سيئة كان قد عملها سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في أهله أو ماله أو ولده، حتى يبلغ منه مثاقيل الذر. فإن بقيت عليه سيئة بعد ذلك شدد عليه سكرات الموت حتى يلقاه كيوم ولدته أمه. أستاذ وهب حسان، ربنا يرحمك. أسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة. حقيقة أنا أحبه، ولا يلومني أحد إن كنت أعلن حبي إلى هذه العائلة، وعلى رأسهم طبعا فضيلة الشيخ محمد. الأستاذ وهبة اليوم فاضت روحه إلى الله، اليوم تشيع الجنازة، وهو ده حال الدنيا. متحركة الدنيا ما لها من ثبوت. نبني البيوت وحتما ستنهار البيوت، فالكل يفنى، فسبحان الذي لا يموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. خلاص، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الأمر واضح. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أنا مش طالع عشان أذكركم بالموت فقط، أو بأن الحياة رايحة. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الإنسان بيجري في الدنيا ويجمع. اجمع يا ابن آدم ما شئت فسترحل كما جئت. وهذا الفيديو من أجل أن ندعو لأخينا وحبيبي في الله أستاذ وهب حسان بإخلاص.
حتى يجند الله لنا المخلصين من الناس بعد موتنا. فأسأل الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب. أسأل الله أن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم زد له في حسناته وتجاوز يا رب عن سيئاته. اللهم اجمعنا وإياه في الجنة. اللهم اجمعنا وإياه في الجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا المرض طهورا له يا رب. يا رب، هذه شهادتي فيه وشهادة تقريبا كل من سمعت أنهم قد تعاملوا معه. قالوا كان إنسان بسيط، كان إنسان بسيط، يعني أمور الدنيا كانت بالنسبة له هكذا. أسأل الله أن يعوضه خيرا بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وأسأل الله جل وعلا أن يعوضه في أبنائه خيرا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعزي فضيلة الشيخ محمد حسان، وأعزي حبيبي الأستاذ محمود حسان، وأعزي أخي الحبيب الأستاذ حسن حسان، أعزي الأسرة كلها، فأنا والله أحبه في الله من رحل الأستاذ وهب حسان، وكذلك أحبكم في الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجبر خاطر كل من أمن بإخلاص ودعا لهذا الحبيب. والله يا أخي الكريم أنا لا أجامل. أستاذ وهب حسان من خيرة الناس الذين تتعامل معهم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إخواني الكرام، الأخ نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء الأستاذ وهب حسان كان آمرا بالمعروف، وكم مرة رأيته يوزع مجاني شرائط يعني خطب وقرآن، سواك، يعني عطور، وكان هذا دأبه. كان يفعل الخير من باب قول الله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولكن أوصي أي إنسان أصيب بمصيبة أن يصبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وصدق من قال الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر في القرآن في 90 موضعا، فهذا إن دل فإنما يدل على عظم وجزاء الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين. ويكفي بأن الصابر في معية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إن كان له مسؤول قوي وكما يقولون واصل، الإنسان بيركن ظهره عليه زي ما بيقولوا، فما بالك إن كان الله معك. إن كان الله هو وليك أيها الإنسان فاعلم بأنك ستفوز في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية وأعنه على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأطل عمره وأحسن عمله. اللهم من كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم وأفض عليه من شآبيب الرحمات. ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يقسم ظهور الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.